النهاردة هنجهز مع بعض عزومة مميزة جدا وكلها حاجات بسيطة وتشرفك قدام اي حد. ان شاء الله الاصناف كلها تعجبك. يلا بينا نشوف جهزناها ازاي. اول حاجة هنبتدي بيها هي البطة، وهنعملها بالطريقة الدمياطي وبعدين هنعمل لها تتبيلة خطيرة جدا. اول حاجة هنجيب بصلتين كبار او ممكن 3 متوسطين، المهم ان البصل فيها كتير بيديها طعم جميل قوي. وممكن في الخطوة دي تشوحي الكبد والقوانص وتحط عليهم زبيب وتضيفيهم على البصل ده. هنقطع بقى البصل كله وبعدين نضيف عليه 7 بهارات وفلفل اسود وملح، كل ده معلقة صغيرة ملانة يعني. ونفضل بقى نفرك فيهم كويس، البصل يتشرب كل التوابل. نجيب بقى البطاية بعد ما غسلناها بقى وعملناها بمحلول النقع، نحشيها بكل البصل ونكتفها ونجيب مية سخنة نغليها في حلة. في ناس بتشوحها بس انا بفضل يعني هي مبتفرقش ان انت تغلي مية وتحطيها فيها، بحس ان كده افضل. ده بقى غستين من الجنب وننزل في المية الاول ما تغلي، نقوم نازلين على البطاية وننزل بقى ببصلايه وطماطمية. الطماطم دي بتشيل الزفارة منها خالص. وننزل بقى بتوابل الشوربة 7 بهارات وفلفل اسود وشوية من الملح، ده عشان ايه الشوربة يبقى ليها طعم كده حلو. بحب بقى الحمام قبل ما اعمله بالحشوة بتاعته ان انا اتبله بالبصل والفلفل الاسود واسيبه فيها يعني مش اقل من ساعة، او بصي لو مستعجلة جدا يبقى نص ساعة. بتنقله في حتة تانية بتخلي طعمه بجد خطير وبتشيل منه اي زفارة تماما. امسكهم بقى لو في عندك حاجة مش مسقفة سقفيها كويس واحشي بقى بينهم كده، بصي بتنقل طعمها في حتة تانية خالص. جربي الطريقة دي. انا اسفة بجد على الصوت المزعج اللي جنبي بس اعمل ايه مش بايدي يعني. هنا بقى اللي مش مسقف بسقفه كويس عشان ايه ادخل بينه البصل، ولما نيجي نحشيه بيطلع بصوا احنا نعمل الحمام ده متشرب بيطلع طعمه تحفة، بيبقى جميل قوي. لو وصلت لحد هنا تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتعملوا لايك وشير. كده خلاص نبتدي بقى نجهز حشوة الحمام لحد لما ايه تتبل بالبصل والحاجات دي. بنزل بحوالي معلقتين كده كبار من الزيت وبصلية كبيرة وافضل نشوح فيها لحد ما تدبل. هجيب كوباية واحدة بس من الرز علشان ايه الحمام معايا مش عدد كبير، الاربع حمامات بياخدوا معايا كوباية رز او كوباية الا شوية. انت ممكن تنزلي بالكبد والقوانص بس انا مبفضلهاش. نزلت بقى بشوية من 7 بهارات وشوية صغيرين سنة كده صغنونة من البهارات الكبسة وملح، ونديهم بقى اسيبهم يتشوحوا عشان الرز ما يعجنش. واول ما يتشوحوا كويس هنزل بنص كوباية من المية. وبصوا احنا هنسوي الخلطة دي سوا الا ربع، يعني مش سوا كامل لا سوا الا ربع، اللي هي تشرب بوطي عليها دقيقة بس واقوم بقى شايلاه. معايا برضو ورق عنب هنسلقه مع بعض. انا بجيبه وبرصه وبعدين بربطه عشان لما اخلص بيبقى قدام الورق جاهز، يعني مش بحتاج ان انا ايه افضل ارص فيه تاني بعد ما بسلقه، لا انا برصه وبربطه وبنزل عليه بالميه وبقوم مطلعاه بيطلع مرتب، واول ما بيطلع بقوم شايله العيدان دي وخلاص كده بيبقى خلص في ثواني. لو حد مش بيحب اللي هو سلق ورق العنب بالطريقه دي يحبها ويحس ان هي اسهل من الكرنب. شايفين بقوم رابطاه وخلاص بعملهم كده نفس النظام وبقوم نازله بيهم مره واحده، والله ما بياخد مني دقيقتين في ثواني بس كده. كده خلاص الخلطه كانت خلصت معايا، نجيبها بقى تبرد لحد ما نسلق ورق العنب. اوعي تحشي المحشي وهو سخن، لو حشيته وهو سخن اكيد هيفرقع منك، فلازم يبرد تماما، حتى ما يبقاش دافي، لا استنى لحد لما يبرد، ما احنا ورانا ايه. لو مشيتي بنفس الترتيب بتاعي ده ان شاء الله العزومه مش هتاخد معاكي نص ساعه لا مش نص ساعه، مش هتاخد معاكي اي وقت، يا بجد هتلاقيكي مرتبه نفسك ومفيش عندك اي وقت. وكل ده انا بادئه يومها، يعني مش قبلها بيوم ولا اي حاجه، لا كل ده يومها. اول ما بطلع بقوم مطلعاه في ميه وبغسله كويس وخلاص، بقوم شايله ده بقى خلاص وشايلين العيدان، بيبقى سهل جدا. هوريكم دلوقتي الطبقات ولا بقى يتنكش منك ولا اي حاجه، بيفضل مرتب.
شايفين؟ بس كده. هوريكم بقى، شايفين كله مرصوص فوق بعضه طبقات كده. خلصتهم كلهم، شايفين؟ والله ما اخد اي وقت. كده خلاص خلطة الرز بردت. نحطها بقى على نحشي بها بقى المحشي. بصي كأنك بتحشي ممبار، بس حاولي ان انت، مش احنا لما نيجي نحشي الممبار مش بنكتر فيه عشان ايه؟ ما يفرقعش. ده نفس النظام، ما نكترش فيه لان لسه الرز هيتضاعف معانا. وبعدين اصلا الطريقه اللي انا بسويه بيها اضمن لك اللي هو عمره ما هيفرقع. بجد الطريقه دي لازم تعملي بيها لو انت بتخافي ان المحشي الحمام يفرقع منك. كده بقى نحشي بقى الرقبه دي بالخلطه برضو، بس زي الممبار بنفضل نبطط عليها كده ونسويها عشان ايه؟ لسه هيتضاعف دلوقتي. ونضفي بقى من حواليه كل الرز. وخلاص كده بتبتدي تبططي بقى تسويه، وكده خلاص بقى خطير. انتوا اكيد فاهمين يعني وانا بعمل ايه. مش محتاجه ان انا اشرح يعني. بحب ارجع برضو الجوانح دي ورا، بتديها شكل كأنك ايه في مطعم كده، بتديها شكل حلو. الطريقه بقى اللي انا بسوي بيها، بسويه في صينيه. مهما كانت الكميه عندي بسويه برضو في صينيه عشان اضمن ان مفيش ولا واحده فيهم هتفرقع. بقى كده، وبقوم نازله عليه بقى بالميه السخنه، بس ما بكملوش يعني، الميه السخنه ما بتغطيهوش. هو كده بصوا، مخططوش من فوق، وبسيبه بقى ايه يتشرب كل يعني هو المتشرب ان هو بتشرب كل الشوربه بتاعه، فبيبقى طعمه تحفه. جربوا الطريقه دي. هنعمل بقى ايه شويه الورق العنب بس صغيرين خالص يعني، مش هكتر. هو حوالي نص كيلو من الطماطم وبصلايه كبيره، وشوحتها وبعدين نزلت عليها بالصلصه ونسيبها تتسبك لحد ما ايه نقطع الخضره ونجهز بقيه حاجتها. شويه بس من الفلفل الاسود والسبع بهارات وخلاص. كده خلاص اتشرب. نرفعه بقى. دي كانت الملوخيه قطفتها وضربتها ضربتين في الكبة، وبعدين بعيد عليها كده عشان تنعم بالمخرطة. بس كده. هسيبها بقى في التلاجة عشان ما تسودش. ونقطع بقى الخضرة بتاع ورق العنب. انت لازم تقطعها رفيع جدا، بس عشان انا كنت مستعجلة فاللي هو بجري ورا نفسي. بس بعد ما بخلص بقى بفضل انعم فيها بالسكينة عشان ايه يبقى ناعم. وغسلت كوباية ونص كده من الرز، لان انا مش هعمل بتاع صغنونة كده، صينية صغيرة، حلة صغنونة، فمش عايزة اكتر. نزلت بقى بالخضرة والصلصة، ونفضل بقى نقلب كويس، ونقف بقى نحشي براحتنا. حشو على فكرة الورق العنب بيبقى سهل وحلو، انا بحبه جدا يعني، بحس بتسلى كده. قطع بقى طماطم وبصل، بحط شوية هنا، وبتني الورقة من النص، من الجنب ده ومن الجنب ده، بنبرمها بس تلفيها جامد، بيطلع بقى شكلها صغنون ومرتب. كمان مرة من الطرفين، ونلف جامد يعني، اي حاجة تقابلك كده لفيه عشان يبقى الورق منظم ومرتب. واحنا بنحط الرز على الجنب السايح مش الجنب الخشن، الجنب الخشن ده اللي بيفضل بره. شوية صغيرين كده، عينك هي اللي مقدرة الكمية جوه ورقة العنب، وبتفضلي تبرمي اي ورقة كده بتاخديها ايه جواها. بس كده. هقعد بقى اخلص الكمية وارجع لكم تاني. فاكرين بقى شوربة البطاية؟ بنعمل بها احلى ورق عنب واحلى محشي، وبرضو هنعمل بيها دلوقتي الملوخية. الشوربة دي بتبقى كنز، عشان كده انا بحب اعملها بالطريقة الدمياط اول، وبعدين بعمل لها تتبيلة. اخدت بقى، بصوا قبل ما يجي للاخر يبقى كده خلاص. اول ما تشوف الشوربة يبقى كده خلاص خلصناها. نطلع بقى البطاية عشان نعملها بالتتبيلة وندخلها الفرن. واخر حاجة معانا بقى كده خلاص خلصنا، لا لسه مش خلصناش، هنعمل الرز
وبعدين نعمل الملوخية. هنعمل شوية رز بالخلطة. جبت ربع كوباية من الزيت على معلقة من السمنة، ونزلت عليها برز مصر عادي، وبعد كده نزلت بشوية من بهارات الكبسة وشوية من الكركم والسبع بهارات والفلفل الاسود. واما اتاكد ان خلاص اتشوح، لازم تشوحيه كويس عشان يطلع مفلفل. كل ما بتحبي مفلفل اكتر كل ما تشوحيه اكتر. خلاص، شايفين هنا اصلا انا سبت وقت يتشوح كتير عشان بيطلع معايا في الاخر مظبوط جدا. وبعدين ننزل عليه بالميه ونسيبه بقى لحد ما يغلي، يكون جهزنا ايه اخر صنف معانا الحمد لله يعني اللي هو ايه الملوخيه. جبت برضو شويه من شوربه البط ومعلقه من الصلصه ونزلت عليهم بالملوخيه. اكيد كلكم يعني بتعرفوا تعملوا الملوخيه والبنات اللي بتقول ان الملوخيه بتسقط منها، الملوخيه ما بتغليش، الملوخيه بتاخد غلوه واحده وبعدين بنرفعها. الملوخيه ما ينفعش تغلي، لو غلت هتسقط منك. بعد كده نعمل بقى طشه الملوخيه. انا بحبش احط في الطشه كزبره، لو بتحبي ضيفي، بحس ان هي بتمررها فما بحبهاش بصراحه. بعد ما خلاص التومه لونها بقى ذهبي كده، ننزل بكبشتين كده وننزل على الملوخيه بس كده. تقليبه واحده تاخد بس غلوه مع التوم ونقفل عليها كده. خلاص الحمام كده بقى فظيع معانا، ولا واحده فرقعت كده. حمرت البط بالخلطه. هقول لكم انا عملتها ازاي. جبت معلقه من الصلصه وعصره ليمونه واللهم صل عليك يا نبي، وسبع بهارات فلفل اسود وبهارات فراخ وكاري وكركم وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر، وبقوم ضربهم مع بعض كويس، وبقوم دهنه بيهم البطايه واسيبها شويه، وبعدين ايه ادخلها الفرن بيطلع طعمها تحفه. هنا بقى قلبت معايا ورق العنب ورشه كده من البقدونس عليه، وشايفين الحمام ولا واحده فرقعت وطلع خطير. ودي البطايه والملوخيه والرز في خلطه. ودي كانت عزومه النهارده بسيطه، انتي تقدميها بقى باي طريقه انتي تحبيها. انا فرشتها على صينيه ورصيت بقى الحاجات. يعني شوفي انتي بتحبي تقدميها ازاي، ممكن تقدميها في اطباق على حسب الافراد اللي جايين لك. شايفين الحمام